شو برأيك أكبر خطأ ممكن يرتكبه جراح التجميل في بداياته؟ في بداياته ونهاياته في كل حاجة الغرور. يعني الغرور. طبعا، لان هي الشغلانه دي ستر من ربنا سبحانه وتعالى. احنا دايما نقول كده في الجراحين، يعني الشغلانه دي ستر من ربنا سبحانه وتعالى، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. اكبر خطأ تاني للاطباء الصغيرين الاستعجال. الشباب الصغيرين مستعجلين قوي قوي. انا مش كبير يعني في السن ولا حاجه، بس بتكلم على الشباب كان بدي الاصغر أجي مني. أسألك، ما شاء الله بتقلي 12 سنة وأنا لا، من دكتور اول مبين بدايه. زغتور. بس لا، في الشباب الجداد خالص الاصغر مننا ب 10 او 12 سنه وكده واكتر. لا، يعني عاوزين يوصلوا برضو. السوشيال ميديا ورت لهم جراح التجميل ده على انه نجم، يعني السكه 100%. السكه سهله، يعني انت صح صح. فاهمه. خصوصا ان في بابليك فيجرز بقت مشهوره من جراحين التجميل وكده، فيقول لك ايه، لما انا ابقى زي الدكتور احمد، زي الدكتور فلان، زي الدكتور فلان. لا، السكه ابعد من كده واصعب من كده واطول من كده، ويا رب توصل لها وتبقى احسن مننا. بس لما تبقى مالي مكانك علميا ومهنيا، صح. لان المشوار طويل، والليرنينج كيرف في جراحات التجميل طويل طويل طويل. وكل يوم جراح التجميل حتى لو اشتغل الاف الحالات في حالات لسه جديدة بيحسن. وبحسن. فما ينفعش انت تبقى جاي شغال حاله ولا اتنين وزي تعمل ما أي حالات. بتخش السوق كده بصدرك كده، زي ما بيقولوا.